السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي في قناة يقين كروشيه. يشرفني متابعتكم ليا على القناة. قبل ما نبتدي الحلقة يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة، وتفعيل الجرس عشان يجيلكوا إشعار بكل جديد. النهاردة في الدرس الثالث من تعليم أساسيات الكروشيه، وهي هنتعلمها هي غرزة الحشو. غرزة الحشو في ناس بيقولوا عليها الغرزة الساقطة، وهي من أهم أساسيات الكروشيه. غرزة الحشو اسمها بالإنجليش سنجل كروشيه، أو اختصارها بيكون اس سي. بتكون مكتوبة في الباترون بالشكل ده. بتكون علامتها اكس، حرف الاكس او حرف زائد، وبيكون اسمها سنجل كروشيه واختصارها بيكون اس سي. اولا هنبتدي طبعا زي ما قلنا قبل كده، كل مبتدئه، وفي كل حلقه ان انا بقولها وبكررها، لكل مبتدئه لازم تكون تستخدم في البدايات خيط تخين او متوسط السمك، والابره تكون مش رفيعه وتكون تخينه، يا اما رقم 4 أو 3 أو 5. تمام. اولا الخطوات اللي هنعملها، اول حاجة هنبتدي اي شغل زي ما قلنا قبل كده بنعمل عقدة البداية. عقدة البداية احنا شرحناها قبل كده في الحلقات الاولى، اول حلقة لنا او اول درس اتعلمنا فيه اللي هي غرزة عقدة البداية، وهنعملها معاكم دلوقتي في الحلقة دي تاني. احنا هنعمل الخيط كده زي ما انت شايفة. وبرضو بكررها ان انت بتسيبي من طرف الخيط 8 سنتي او 10 سنتي من الطرف، علشان نتأكد ان شغلنا بعد كده ما يفكش مننا. وفي الاخر بننضف الطرف ده، ونجيب طرف الخيط كده بالشكل ده فوق الخيط التاني، ونجيب العقدة من فوق ونحطها على الخيط كده، ونجيبها. هيكون معايا جوه الدايرة خيط جواها، هنشده ونطلع بيه بالشكل ده. هنلاحظ انها اتكونت معايا العقدة. تمام. طبعا مش هتسيبيها كبيرة كده، هتصغريها، هتشدي طرف الخيط لحد ما تصغريها بالشكل ده، وتدخلي جواها الإبرة. تمام، بالشكل ده. اولا احنا علشان نشرح غرزة الحشو هنرتفع بمثلا 9 سلاسل. طبعا ال9 سلاسل دول انت مش ملتزمة بيهم، ولكن انت بحسب ما تكون مطلوب منك في الباترون، سواء 9 سلاسل او اكتر. ال9 سلاسل اللي انا هشتغل بيهم دول دلوقتي دوت مجرد مثال لشرح غرزة الحشو. هنرتفع دلوقتي ب9 سلاسل: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا ارتفعت دلوقتي ب9 سلاسل. طبعا اما تيجي تبتدي اي شغل بنبتدي فيه بنتجاهل اول سلسلة بعد الابرة. اول سلسلة اللي هي ديت، شايفين اهي قربتها لكم، اول سلسلة اللي هي دي بنتجاهلها، ما بنخشش جواها ولا بنبتدي الشغل بيها، ولكن بنبتدي بتاني غرزة. اول غرزة بنسيبها، وتاني غرزة بنخش فيها. تمام. هنخش بالإبرة في تاني غرزة بالشكل ده اهي، في تاني سلسلة بالشكل ده، وهندخل من تحت الخيط، نسحب الخيط اللي بره جوه السلسلة اللي دخلنا منها. هتتكون معايا غرزتين على الإبرة او سلسلتين على الإبرة. هندخل الإبرة تحت الخيط بالشكل ده اللي بره، ونسحبه ونطلع من الغرزتين اللي على الإبرة اهي، ويا رب تكون واضحة قدامكم اهي.
تاني حاجة هنبتدي هنخش بالغرزة اللي بعدها بالشكل ده بالإبرة، وبعدين نسحب الخيط اللي بره ونطلع من السلسلة اللي احنا دخلنا منها. هيتكون معايا غرزتين على الإبرة، هندخل بالإبرة من تحت الخيط اللي بره كده ونسحبه بسنارة الإبرة ونطلع بالسلسلتين الموجودين على الإبرة. تاني طبعا وانتي ماشية تخلي بالك ان انتي ما تنسيش سلسلة. انتي ممكن تنسي سلسلة وتروحي على اللي بعدها وانتي مش واخدة بالك، لا خلي بالك من النقطة دي عشان مهمة جدا، ممكن تبوظلك الشغل وترجعي تفكي تاني من اول وجديد. ولكن تخلي بالك وانتي ماشية انتي تمشي بالترتيب. اهي هنخش بالغرزة اللي بعدها بالشكل ده بالإبرة ونسحب ونطلع وندخل تحت الخيط ونطلع ونسحب الخيط من السلسلة اللي دخلنا منها. هيتكون معايا سلسلتين او غرزتين على الإبرة. هننزل من تحت الخيط بالإبرة كده ونسحب الخيط ونطلع من الغرزتين اللي على الإبرة. طبعا بيتكون معايا الغرزة بتتكون معايا، ولكن هي مش هتظهر الا لما نرتفع بالسطور سطرين 3 هتلاحظي انها بتظهر معاكي شكلها. تمام. هنعمل تاني، هنخش في اللي بعدها. خلي بالك انا اهو بخش في اللي بعدها، مش عايزين ننسى الغرزة وندخل في اللي بعدها. هندخل بالإبرة في السلسلة وهندخل تحت الخيط اللي بره ونسحب الخيط من داخل السلسلة اللي دخلنا منها. هيتكون معايا غرزتين، هنسحب الخيط اللي بره ونطلع من بالغرزتين اللي موجودين على الإبرة. تاني اهو هندخل بالإبرة، هنسحب الخيط اللي بره، هنطلع هنسحب الخيط من بره داخل الغرزة اللي احنا دخلنا منها او السلسلة اللي احنا دخلنا منها. هتتكون غرزتين، هنسحب الخيط اللي بره ونطلع من الغرزتين اللي موجودين على الإبرة. طبعا وانتي شغالة ما تضيقيش، لازم تكون ايدك مرتاحة، ما تضيقيش الغرزة علشان تقدري تشتغلي بكل سهولة. هندخل في الغرزة اللي بعدها بالإبرة ونسحب الخيط ونطلع منه من الغرزة السلسلة اللي احنا دخلنا منها، ونسحب الخيط تاني مرة ونطلع من الغرزتين الموجودين على الإبرة. يعني احنا دلوقتي نخلي بالنا واحنا ماشيين ان احنا مثلا الخيط بتاعنا ما يفتلش مننا، لان ممكن تعملي غرزة وتلاقي الخيط مفتل. لا انت ترجعي تاني علشان ما تستهتريش بالغرزة وتقولي لا همشي عادي، لا علشان يبقى شكل الشغل بتاعك نظيف وكويس ترجعي وتعيديها تاني. تمام. هنخش في اخر غرزة اللي هي غرزة البداية اهي، هنخش بالإبرة فيها ونسحب وندخل تحت الخيط، نسحب الخيط اللي بره من الغرزة اللي احنا دخلناها. هيكون معانا غرزتين على الإبرة، هندخل تحت الخيط ونسحب الخيط اللي بره من الغرزة نطلع بيهم من الغرزتين اللي موجودين على الإبرة. تمام كده اتكون معايا غرز الحشو. هنطلع السطر التاني ازاي؟ علشان ما نطلع ما تلفيش الشغل على طول كده، طبعا مش هيلف معاكي كويس ولا هيطلع لك صورة افضل، ممكن الشغل معاكي يتعوج او يبوظ. ولكن اما تيجي تبتدي الشغل سطر جديد بترتفعي بسلسلة، بنرتفع بايه؟ بسلسلة واحدة، وبعدين هنلف الشغل بتاعنا. وعلشان كمان تتأكدي ان انتي ماشية صح مش ناسية غرزة، احنا طبعا عاملين في البداية 9 سلاسل، واول سلسلة تجاهلناها واشتغلنا في السلسلة التانية، كده اصبح معانا 8. المفروض ان انتي هيوضح معاكي 8 غرز.
فعشان تتأكدي هتعدي الغرز اللي على الشغل 1 2 3 4 5 6 7 8. كده انتي تعرفي ان انتي ماشية صح، مفيش غرزة ناقصة خالص، ولا ان انتي ماشية غلط. فكده طبعا تكملي علشان ما تبقيش ترجعي تفكي الخيط وتقولي لا انا مش متأكدة ان انا ماشية غلط. لا، انت تعدي الغرز اللي هي بحرف الفي ديت اللي هي ظاهرة قدامك دي. انت طبعا تكوني فاكرة ان انت تجاهلتي غرزة في البداية واشتغلتي في الغرزة اللي بعدها، الغرزة اللي انت تجاهلتيها اللي هي بعد الابرة على طول، واشتغلتي في الغرزة التانية اللي بعدها، فاصبح عندك 8 غرز. اصبح عندك ايه؟ 8 غرز اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا دي بتكون حسب الغرز اللي انتي طبعا مبتدئة بيها، سواء 8 او 10 بتنقصي منها 1، 10 تبقى 9، 5 تبقى 4، بتنقصي منها غرزة لانك بتتجاهلي اول غرزة من بعد الحلقة. احنا كده ارتفعنا سلسلة. هنبتدي الشغل ازاي؟ هندخل بالبتاع، طبعا في حرف الفي قدامنا اهو، احنا شايفين في حرف اهو الفي، حرف الفي ده اهو، ده اللي هندخل منه. فطبعا نتأكد من الحلقتين دول ان انت هتتخشي بيهم تحت بالابرة تحتهم، تمام. فطبعا هنخش بالابرة اهو كده بالشكل ده، حرف الفي اهو، سلسلة خلفية وسلسلة امامية وخلفية طبعا، وهندخل تحت الخيط كده بالشكل ده، وهنسحب الخيط وهيتبقى هيتكون معانا غرزتين على الابرة. هندخل تحت الخيط بالابرة، وهنسحب وهنطلعه من الغرزتين الموجودين على الابرة. تاني هندخل اهو، ركزي معايا، هندخل تحت حرف الفي اهو، هندخل تحت بالابرة تحت الخيط اللي بره، ونسحبه تحتهم ونطلع بيه كده، هيتكون معايا غرزتين على الابرة. هندخل تحت الخيط ونسحب الخيط ونطلع من الغرزتين اللي على الابرة. فشايفين احنا ماشيين ازاي؟ بيتكون معايا حروف الفي فوق اهي. تاني هندخل من تحت اهو، هندخل بالابرة تحت حرف الفي اهو، يا رب يكون ظاهر قدامكم، وهنسحب، هندخل تحت من تحت بالابرة تحت الخيط، ونسحب الخيط من الغرزة اللي احنا دخلنا منها، هيتكون معايا غرزتين على الابرة، هنسحب الخيط ونطلع من الغرزتين الموجودين على الابرة. طبعا نتأكد من الحلقتين اللي احنا بنخش منهم دول، بنتأكد منهم ما ندخل علشان ما تدخليش تحت الباك لوب او الفرونت لوب. فانتي بتتأكدي ان هما 2 فوق مع بعض، هما شكل الفي، حرف الفي، بتخشي تحته وبعدين تسحبي الخيط اللي بره وتطلعي منه من الغرزة اللي انت دخلتيها، وبعدين هيتكون معايا غرزتين، هتدخلي بالابرة تحت الخيط وبعدين تسحبيه من الغرزتين اللي على الابرة. هتفضلي طبعا ماشية كده لحد ما توصلي لاخر السلاسل اهو. هتخشي من تحت الحرفين الفي وتسحبي الخيط اللي بره وتطلعي منه، هيتكون معاكي، هنلاقي هتكونت غرزتين على الابرة. هندخل من تحت الخيط اللي بره ونسحبه ونطلع منه بالغرزتين اللي على الابرة. ندخل من تحت حرف الفي اهو بالشكل ده، ونسحب الخيط اللي بره ونطلع منه من الغرزة اللي احنا دخلنا منها، هيتكون معايا غرزتين، هنسحب الخيط اللي بره ونطلع منه بالغرزتين اللي اتكونوا على الابرة. تاني اهو. طبعا احنا هنوصل لاخر غرزة احنا عملناها اهي. هندخل جوه الغرزتين حرف الفي ونسحب الخيط اللي بره ونطلع منه،
هيتكون غرزتين على الابرة، نسحب الخيط اللي بره ونطلع منه بالغرزتين اللي اتكونوا على الابرة. ديت اصبحت شكل غرزة الحشو معانا. وطبعا زي ما قلتلك قبل ما تلفي الشغل بتاخدي غرزة او سلسلة ارتفاع، سلسلة واحدة ارتفاع اهي. تمام، وكده اتكونت شكل غرزة الحشو معانا. طبعا انت بعد ما خدتي غرزة الارتفاع بتخشي في اول غرزة بعد ارتفاع السلسلة، وتقومي سحبة الخيط من الغرزة اللي انت دخلتيها وتدخلي بالغرزة بتدخلي تحت الخيط اللي بره وتسحبيه من الغرزتين اللي تكونوا من على الابرة اهي. طبعا وهكذا تفضلي انت شغالة بالشكل ده لحد ما تكوني غرزة الحشو. دي كان شرح الدرس بتاعنا النهاردة، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. وأي استفسار ياريت تتركوه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. واي طلب ان تحبوا ان انا انفذه لكم او اي درس مش مفهوم اعده لكم، ياريت تتركوا لي كل ده في التعليقات وهرد عليكم بإذن الله. وشكرا لاستماعكم ليا في الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.